لسه مترددين، لسه حاسين ان الخطوة تقيلة عليكم، لسه قلقانين من كلام الناس ان انت تروح لاخصائي نفسي او معالج نفسي علشان يساعدك ان انت تعيش بشكل احسن. يا جماعة أنا بستغرب من الناس اللي رايحة جاية على الدكاترة علشان خاطر شوية مغص، علشان خاطر شوية صداع، علشان خاطر الضغط عالي شوية. على فكرة الاضطرابات النفسية كتير جدا بتكون هي السبب في الأعراض الجسدية. ما تهملوش يا جماعة نفسيتكم، بالعكس لما تكون نفسيتك سليمة هتكون ناجح في شغلك أكتر، ناجح في دراستك أكتر، ناجح في علاقاتك، قادر تتعامل مع ضغوط الحياة اللي كلنا للأسف عايشين فيها. بس لما تكون نفسيتنا سليمة وعندنا طاقة إيجابية بنقدر إن احنا نتعامل مع المشكلات دي كلها. اتشجعوا يا جماعة وخدوا الخطوة، صدقوني الخطوة دي هتفرق معاكم جدا، صدقوني الخطوة دي مهمة علشان تعيش حياتك وانت سوي. ما تستسلمش للقلق طول الوقت، ما تستسلميش للاكتئاب طول الوقت، ما تحسيش ان انت بتنامي وتصحي يوم ورا التاني كل يوم شبه اللي قبله، كل يوم حاسة بنفس الملل، كل يوم حاسة بنفس الزهق. كل ده من الافكار السلبية اللي انتوا ما بتحاولوش ان انتوا تعالجوها وتتخلصوا منها. خدوا الخطوة وانا معاكم وانا بشجعكم. ما بتكلمش والله ان حد يجيلي انا شخصيا، لا، في غيري كتير قوي وفي اللي احسن مني كمان. المهم ان انتوا تاخدوا الخطوة وان انتوا فعلا تحسوا بالسعادة وان الحياة كلها ايجابيات مش سلبيات زي ما انتوا شايفين. لو الموضوع عجبكم سيف وشير واتمنى متابعتكم.